كان بياخد عيدية 25 جنيه، ودلوقتي حفلاته بيحضرها أكتر من 100,000، وإشارته في مدارس الصم والبكم هي نمبر 1. وقريب هيعمل أغنية مع أغلى مغني راب في العالم، وعمل مشكلة كبيرة لمحمد سامي بسبب كلمة ليفا. أصل الحكاية مع محمد رمضان بيحكي إنه زمان كان بيحب أجواء العيد وسط الأهل وصحابه، وكان بيلم من أهله العيدية واللي بتطلع حوالي 25 جنيه، وينزل يتفسح مع أصحابه ويدخلوا السينما. بس كان ذوقه غريب شويتين، هو كان يدخل الفيلم الأجنبي اللي محدش دخله، وأصحابه دخلوا فيلم العيد اللي مليان ناس، ويقعد لوحده في السينما ندمان وخيران منهم. محمد رمضان دلوقتي يعتبر من أكبر رواد الحفلات الغنائية في العالم، مش بس الدول العربية، وأعلن إن أكبر حفلة عملها في حياته كانت حفلته الأولى في الساحل اللي حضرها 150,000 واحد. وبيحكي رمضان إن شغله كممثل ساعده إنه يكون مركز أكتر وهو بيغني وما يتشغلش بالعدد، وما كانش بيخاطب جمهوره في الحفلة غير بعد الأغنية الثابتة. هو على المسرح ما بيبقاش محمد رمضان، لكن مع كل غنوة بيبقى لابس شخصيتها بأدائها المنفرد. واللي بيميز أغاني رمضان إن أي حد بيعرف يغنيها، حتى اللي عندهم 5 سنين وحتى اللي مش بيتكلموا عربي. وفي مدارس الصم والبكم أصبحت الإشارة الخاصة بمحمد رمضان هي نمبر 1. وبيحكي رمضان إنه ما كانش مخطط لمستقبله في مجال الغنى زي ما نجوم كتير عملوا، بس لما عمل أغنية نمبر 1 ونجحت بدأ يفهم إن الجمهور عاوز النوع ده من الأغاني، فبدأ يدرس الموضوع كويس ويعرف إيه نوع المزيكا اللي تليق على صوته وإيه الكلام اللي يتقال وهو هيستفيد إيه أصلا من التجربة، لحد ما اكتشف إن شعبية المغني تساوي 10 أضعاف شعبية الممثل. وأكبر دليل هو إننا دايما بنضرب المثل بجنازة أم كلثوم، جنازة عبد الحليم، وكمان المغني يقدر يوصل بأغانيه للمستمع في أي مكان، غير الممثل لازم يكون في شاشة. وهنا الموضوع بدأ يحلى في عينه، وأعلن رمضان عن مفاجأة كبيرة، وهي مشاركته في أغنية هتنزل الشهر الجاي مع أغلى مغني راب في العالم فيوتشر. والغريب إن محدش فيهم دفع للتاني فلوس عشان يشتغلوا مع بعض، لكن كل واحد فيهم شايف إن التاني فرصة ليه عشان جمهوره يكبر في العالم. اتعرض عليه يعمل جزء تاني من ابن حلال والأسطورة وآخرهم جعفر العمدة، لكن هو ومحمد سامي رفضوا تماما، لأن مصر فيها 120 مليون فيقدروا يصنعوا آلاف من القصص العظيمة اللي موجودة بالفعل. وشرح لنا جت منين كلمة ليفا اللي مصر كلها دلوقتي بتقولها. قلت له لو جيت البيت ده لازم تقف انتباه يا ليفي. سمعها في قعدة مع واحد صاحبه بيقولها، ومن ساعتها علقت في دماغه وقعد يفكر فيها، لأن الليفة حاجة كده شقيانة وبتروح في حتت غريبة، وكمان كلمة مش بذيئة بس تزعل. ومن كتر ما الكلمة علقت معاهم، في مرة كان في مهندس عند محمد سامي في البيت وهم بيتكلموا، راح سامي غلط وقال له يا ليفة، وعمل له مشكلة بسبب الكلمة دي. ورجع رمضان للسينما بفيلم هارلي بعد غياب 4 سنين من آخر فيلم عمله وهو الكنز 2، وبيقول إن هارلي وجعفر العمدة ما ينفعش يتعاشروا أصلا، وواضح إنه مقدم حاجة مختلفة تماما عن دراما رمضان. وبالفعل فيلم هارلي مكتسح شباك التذاكر بإيرادات عالية جدا. كل سنة وانت طيب يا رمضان، وإن شاء الله دايما مكسر الدنيا وجمهورك مبسوط.